السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة وبشكر والله اي حد بيشوفني، اي حد بيتابعني، اي حد يبعت لي تعليق كويس، اي حد يبعت لي حتى تعليق مش كويس بس فيه انتقاد بشكل لائق مش شتيمة. يعني انا اللي بيزعل الواحد الشتيمة. حبايبي رجاله صباح الفل، وصلنا 400 وشويه متابع او مشترك وفرحان بيهم جدا، سعيد بيهم جدا. كالعاده طبعا في البدايه بنحب الاول نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها وبنحترم الناس كلها. كلكم حبايبي على دماغي من فوق، اللي بعت لي كلمه حلوه، اللي بيتواصل معايا، اللي بيدعمني باي شكل من الاشكال، ان احنا نستمر في نشر الفيديوهات. ان شاء الله من بكره رجاله هنبدا تاني نقول اسامي 3 أو 4 مشتركين معانا في فيديو النهارده. يعني ناس من اللي علقت في فيديو النهارده هنقولهم ان شاء الله في فيديو بكره. حبايبي رجاله، في بس جزئيه مهمه قبل ما اتكلم في حلقه النهارده. وحلقه النهارده بالمناسبه مهمه جدا جدا جدا، وهي عن انا يا وليد كغاوي او انت يا وليد، افرغ في الصيف افضل ولا افرغ في الشتاء افضل ولا افرغ طول السنه؟ يعني انا احترت بصراحه. يعني انا مش عارف. يعني يقول لك افرغ في الشتاء مش ملاحق من البرد والزغاليل بتجرمز مني وبتقع مني وبتموت وبتسقع مني وبتموت. اجي افرغ في الصيف يا عم مش ملاحق برضه، جدري وقرف ومشاكل ودمعه عين، الزغاليل برضه بتموت مني. هو ايه الصح يا وليد؟ يعني ايه الصح؟ ايه الوقت المناسب او ايه افضل وقت ان انا افرغ فيه زغاليل؟ ان شاء الله هتبقى حلقتنا النهارده اللي هو افرغ في الصيف ولا افرغ في الشتاء. البودره يا رجاله اللي احنا كنا عملنا عليها حلقه، اللي الناس سالتنا عليها، ده ملاسيون 5%. تاني اهو انا بقول والله يا رجاله كل حاجه، بس الناس اللي مش عايزه تتعب نفسها. يعني حتى في ناس قلت يا جماعه، انا قلت في الفيديو والله اسم البودره، يقول لك ايه، ما هو انت المفروض برضه لما اسالك في التعليقات ترد عليا. حرام، وانا ماليش اهل ولا ماليش اصحاب؟ صباح الفل يا رجاله. البودره اللي انا بنبدر بيها الحمام بالطريقه اللي انتوا بتشوفوها قدامنا دي او قدامكم ديت اسمها ملاسيون 5% يا رجاله. ملاسيون ايه؟ 5%. طب بتتجاب منين يا وليد؟ بتتجاب من عند اي حد بتاع مبيدات حشريه. طب انا من المنصوره وعايز اجيبها، في المنصوره يا رجاله موجوده في ميدان الشيخ حسنين، يا اما عند حسن المير بتاع المبيدات الحشريه، يا اما عند الجوهري اللي جنبه. قول له كيس ملاسيون 5%، وبتفضها في علبه وبتجيب قطنه. يعني هي كده يا رجاله، معلش هي ريحتها نفاذه شويه، لو انت عندك حساسيه ولا حاجه او نفسك حساس يا ريت تلبس كمام. اهو هي عباره عن بودره اهي يا شباب اهي، ده ملاسيون 5%. وبتجيب قطنه عاديه خالص من كيس القطن، وتقوم مسقسقه كده في البودره كده اهوت زي ما انت شايف كده، وبتمسك فرد الحمام زي الفرخه وتقوم ممشي على جناحاته شمال ويمين اهو، شمال ويمين، وتقوم قافل جناحاته وتقوم مسح عليهم. سنه لا حشره ولا سوسه ولا فاشه ولا دبان. اقول لك ايه تاني؟ طيب خطر يا وليد على الزغاليل. بص يا سيدي، بص زغلول لبا، والله اظن ما فيش اصغر من كده بقى. زغلول لبا، وزغلول على فكره بالمناسبه غالي، ازرق ابيض. بص يا رجاله اهو، انا يعني اهو، بص بمسح عليه اهو، بص بمسح عليه اهو، بمسح عليه بالبودره اهو، بمسح عليه بالبودره. ايه يا ابو حميد؟ ماشي خلاص كده يا رجاله. ده بالنسبه قافل الشباك بتاع الشراع، الشباك بتاع اللفت. حاضر. ده بالنسبه يا رجاله جزئيه البودره. الناس اللي كانت سالتني على البودره او الناس اللي ما عرفتش اسم البودره، انا اسف طبعا. ضيعنا من الحلقه كام دقيقه؟ ضيعنا حوالي 4 دقائق من الحلقه. يلا بينا جري كده نبدا في الحلقه ونعرف الميعاد المناسب بالظبط لفرخ الحمام. طيب تعال نرجع الاول للقاعده الاساسيه، وهو فرخ الشتاء. فرخ الشتاء مفيش افضل منه. يعني الناس اللي هتقول لي افرغ في الشتاء ولا افرغ في الصيف، لا طبعا افرغ في الشتاء. طيب يا وليد انا بيقابلني مشاكل في الشتاء، الجو ساقع جدا وعندي وجع دماغ وبتاع، وفي ناس تانية تقول لي والله انا زغلول الصيف كيف بصراحه وما بشغلش بالي بيه وما بيسقعش وما بيموتش وبتاع. تمام، بس هي الاساس الحمام اصلا طير بيشتغل في الشتاء، او اي طير خلقه ربنا بيشتغل في موسم الشتاء. عندك شهر 1 وش اخر 12 واول 1 بيبقوا برد جدا 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 جدا. في ناس بتعزب الحمام، يعني بتطلق الحمام، يعني بتفدي الحمام عن بعض. يقول لك والله يا عم الشهر دوت انا باخد حصن في الفاضي وبهلك الحمام في الفاضي وما بيطلعش حاجه بصراحه. يعني فانا بعمل ايه يا عم وليد؟ بقوم جاي واخد اخر وش حصى في اول 12 واقوم شايل الحمام من على بعضه وابدا تاني الاقيه تاني على بعضه. كلمه الاقيه يعني اجوزه تاني في اول
اتنين، يعني بشيله من نص 12 كده وواحد، واقوم بادئ تاني ملاقي اتنين، وافرخ اتنين وتلاته واربعه وخمسه لحد مثلا 6 ولا حاجه، لحد ما الجدري يبدا ينزل. ادى وجهه نظر ناس تانيه يقول لك والله الجو برد ومش عارف ايه، فانا بشيل الحمام من بعضه. طب دي ليها حل يا وليد؟ احنا ممكن لو دفينا المكان، يعني لو عندنا مثلا شرعات زي دي كده، وانا بفرخ في سلكه زي ديت، بقفل شرعاتي كلها، تمام. احنا لو في الشتاء يبقى انا كده امنت نفسي، وكده كده الحمام بيدفي الزغاليل. يبقى انا دلوقتي حليت مشكله الناس اللي مش عايزه تفرخ في الشتاء، ان احنا بس نقفل المكان او ندفي المكان. طيب تعالى بقى للناس العكس، بقول لك والله انا ما يعني بصراحه يا عم انا اعرف افرخ في الشتاء وبدفي كويس جدا جدا جدا، انا كل مشكلتي يا عم في الصيف في الجدر اللي بيرازيني وبيقرفني وبيدعبل الزغال مني وبيوقعها مني وبيخليها تموت. هل ده برضه ليه حل يا وليد؟ يا رجاله احنا ممكن نشتغل مثلا شهر 2 نفرخ و3 و4 و5 و6، تمام. الجدري بيقول هبدا اظهر الجدري مثلا الجدري 7 و8 اخره خلاص بينتهي، ما بتشوفوش تاني طول السنه. ممكن اقوم شايل الحمام على بعضه لنهايه شهر 6 بعد ما خدت اخر وش حصى خلاص، واقوم خلصت بقى 6 خلصت، دخلنا في 7 و8 خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، بدانا الحمام يقلش ومش عارف ايه. وفي الغالب بلاش تشغل الحمام في القلش، يعني شهر 8 و9 و10 دول كل ده الحمام بيقلش، اللي يخلص بقى يقوم نسمي الله عليه ونلاقيه. طب الحمام بيقلش يا وليد علاجه ايه او حله ايه؟ بصوا يا شباب، اعرف منين ان فرد الحمام خلص قلش او مخلصش قلش، او الاقيه او مش هلاقيه؟ ودي ان شاء الله هتبقى في حلقه ثانيه. فرد الحمام مش لما يخلص قلش، لما يخلص اللي عليه. بصوا يا رجاله، ده ازازي تمام، عليه 3 اهو، الريشه الصغيره اهيت بيفك زي العيال الصغير بالظبط، الريشه الصغيره اهيت عليه 1 2 3. ساعه ما يخلص ال3 اللي عليه دول نقوم مسميين الله كده ومجوزينه. لو جينا جوزناه دلوقتي بنلاقيه كله مشوك من ورا يا شباب. بص الشوك عامل ازاي، بص 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 اهو. انا شايل الحمام من على بعضه بدري عشان يخلص بدري، عشان الحق اخد لي وش حصى في اخر 10 اول 11 يا رجاله، تمام. طيب حل الجدري ايه وبتاع؟ لان في ناس في حلقات قبل كده قالت لك يا عم وليد انت اتكلمت وما قلتش حل للجدري. يا جماعه ما هو الجدري حلوله كلنا عارفين. اقول لك خل وتوم وليمون، ده مش عارف امسحها بليمونه، طب اشيرها بموز، طب اعمل فيها، طب سوي فيها، كل ديت اجتهادات يا رجاله. طب ادي زوفراكس للفيروسات، طب ادي رافع مناعه، كل الحاجات ديت اجتهادات مننا. اما هو مرض فيروسي بيحتاج ان احنا نمصل قبلها، وان شاء الله اعمله حسابكم السنه الجايه كلنا باذن الله قبل المصل هننوه ونقول لكل القناه ما شاء الله عليها كبرت كمان عن كده، عشان اكبر عدد من الناس يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها في حته المصل يا شباب. يبقى انا القاعده الاساسيه عندي يا رجاله، افرخ في الشتاء، بفرخ في الصيف علشان الصيف عندي الجو دفى او الجو حلو عندي، ابعد عن شهر 7 و8 يا شباب. عندي 2 و3 و4 و5 و6 و7، ابعد اول 7 ما يبدا هوب وقف، افدي الحمام على بعض. طب انا هتخن دماغي مثلا وهتخن وداني وهفضل الحمام على بعضه، هيقابلني مشكلتين، الجدري والحصى مش عمران يا شباب، تمام. الجدري رخم شويه ودمه تقيل، ولو ان الزغلول بعد كده بنشف منه الجدري ويبقى تمام التمام وزي الفل، ماشي. فرخ الصيف كويس، فرخ الشتاء كويس، اللي بترتاح له افرخ فيه، ما تضايقش نفسك، ما تقولش ده فلان بيفرخ في الشتاء وانا مش عارف افرخ في الشتاء، ربنا مسهل له مكانه مناسب ليه. فلان تاني بيفرخ في الصيف وانا ما بعرفش افرخ في الصيف، هو مسهل له رزقه في الصيف، انت ممكن رزقك في الشتاء. ما تبصش لحد، مالكش دعوه بحد، ما تعملش زي حد. المكان بتاعك هو اللي بيحكمك ان انت تفرخ صيف ولا شتاء. في ناس بتبقى شغاله صيف، واحنا هنا يعني اللهم بارك، بس انا عندي الجدري بيطلع لي في 7 و8 عشان جنب اراضي زراعيه، فيعني بتعكس، فاهم انت ازاي؟ فرخت لي زغلول بفضل اسايس فيه لحد الجدري ما ينشف منه. هي ديت الفكره بس اللي بتضايقني. اما في الشتاء احنا بنقفل كويس جدا، بقفل شرعاتي كلها بالكامل وبسمي الله وبلاقي الحمام عادي مفيش فيه مشكله. طب انا لو مش قادر اقول عندي الجو صعب قوي، الجو هوا، شيل يا باشا الحمام، اصل الحمام مفيش فيه عند، الحمام مش عند، مش لا ما هو عمره والله ما هو جاي معاك سكه، ولا عمره هيفرق غصب عنه. شوف احنا عاملين ايه هنا، لان احنا خلاص في موسم قلش، ربنا يبارك فيكم. النتي كلها شايل، النتي كلها والله، اغلبيه الذكوره كلها واقفه فاضيه، اغلبيه الذكوره كلها واقفه بتاكل وبتشرب لله ويربطهم. بصوا يا رجاله القلش، بص المنظر، الارض، بص الارض، بص الارض، بص 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 بص, بص الريش لحد فين. الريش ده يا رجاله بيتكنس والله
يوم ويوم. يعني ربنا يكرمكم كده ويجعله موسم حلو عليكم وموسم خير عليكم ان شاء الله. نخش كمان سنه في موسم القلش ونقول لك كمان بندي ايه غير الاملاح والاحماض، الحلقه الجميله اللي احنا كنا عملناها علشان نبدا نهيئ او نجهز الحمام لموسم فرخ جديد. حبايبي رجاله صباح الفل، كان معكم يا شباب اخو وليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.